Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. سلام الحال عليكم. عرفتي كي كنبان ضربة من الشمس خارجين نشربوا اتاي نجلسوا ونهضروا غادي نتحدثوا معكم، نتناول اطراف الحديث شويه. نعم ما تقطعش كنهضر يا كنكون معانا. باي باي. السلام عليكم. اليوم جينا نهضروا معكم هكا على مواضيع اون جينيرال. واول حاجه غادي نبداو نهضروا بها هي على حب النفس. خاصك تبغي راسك قدر المستطاع، خاصك شي مرات تجرب تبغي راسك كما كتبغي صحابك، كما كتبغي والديك، كما كتبغي كاع الناس اللي دايرين بك، وغادي تحس بواحد الاحساس زوين بزاف. حنا بعض المرات كنربطوا داك حب النفس وديك الفرحه وهذاك الاحساس اللي كتكون حاس به زوين هو انك كتشوف الناس اللي دايرين بك ناشطين. فريمون الناس ملي يكونوا اللي دايرين بك انت كتعطيهم شي فالور هكا كتزيدها لهم في حياتهم هما ناشطين وفرحين، هما تقدر تما كتحس بشي شعور. ولكن دي فوا كتقصي على راسك بزاف، كتحس انه انت ما كتعطيش هذيك القيمه اللي كتناسبك نتايا، كتفضل الناس الاخرين على راسك. قلت لها بوركي. كما قلت لكم راداد، ودائما حب الذات ما كيتمثلش في اننا نعطيو راسنا حوايج زوينين ولا فهمتوا، كيتمثل في اننا نسامحوا راسنا. درنا شي غلط اننا نسامحوا مابقاوش غالطين لا سخر في داك الغلط. فهمتوا شي مرات شي واحد كيدير شي غلط كيبقى جالس في واحد الحلقه ديال انه كيبقى يعاتب راسو حتى كيخرج على لازون ديال انه هو خاصو غير يبقى يلوم في راسو يلوم في راسو، مع العلم كان داك الغلط دارها مع شي صاحبو ولا شي واحد قريب ليه في الساعه يسمح ليا زعما ما ديك سمح ليا وداك الشيء، ولكن ما قدرش يطلب السماحه من راسو، ما قدرش يبغي راسو كما لازم يبغي. المهم انا غنكمل لكم على داكشي ديال صبرنا اللي بدينا على حب النفس. كيقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله رفيق يحب الرفق في الامر كله. يعني الله سبحانه وتعالى حتى هو امرنا اننا نرفقوا حتى بنفسنا، اننا نلطفوا حتى على راسنا حنايا دي فوا، حيت مع الستريس ديال الحياه ولا دي فوا كنبقاو قاصحين مع راسنا. يعني دائما تفكر راسك هو الاول، عاد شوف لا فالور اللي غتبدا تعطي الناس، عاد شوف الفرحه ديال الناس الاخرين. دابا نخليكم مع صابرنا تمشي لبارتي اخرى. Our hearts beat to the city streets. We began to feel. اطار حب الذات هذه نشارك معكم كتتمه شنو قالت راداد. واحد المقوله كنشاركها معنا البروف ديالنا اليوم، ولا واحد الحاجه مهمه هضر لنا عليها البروف اليوم، هي الانضباط، لا ديسيبلين ديالك مع راسك. عن علي رضي الله عنه كيقول النفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع وان تفطمه انفطم. يعني ذاتك وانت شنو كتولفها، وانت شنو هما العادات هذوك اللي كتخليها كيفاش نقولوا اللي كتخليها تهزهم. فهمتوا؟ ما انا كنت معنا نهار في الفصل الاخر خرجنا الارض دابا حضر فان الفيديو ملي هذوك ما شفتهاش